عملنا معاكم الجبنة البيضة على أصولها أو الجبنة الفلاحي القريش على أصولها. هنعمل النهاردة الجبنة الحادقة على أصولها برضو بالمش بتاعنا بكل حاجة بخطواتها كلها من الألف للياء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنصلي على رسول الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. معايا النهاردة كده الجبنة الحادقة الجبنة البيضة اللي احنا عملناها عايزينها بقى تنشف في الملح. بنجيب كده ملح، كمية ملح حلوة كده، ونروح حاطين عليها شطة، ونروح جايين وهقولك فايدة الشطة ايه وفايدة الملح ايه. وتروحي جاية حاطة فيها خرطة الجبنة كده، وتجيبي المصفى وتروحي رصاها بالشكل الجميل دوت. اهم حاجة تشبعي خرطة الجبنة بتاعتنا، تكوني مشبعاها كده ايه الملح والشطة. الملح بينشف خرطة الجبنة خالص، والشطة بتمنع اي حاجة في قلب الدودة اللي بتبقى في قلب المش، هي بتمنعها. شايفين دوت بقى؟ صفينها المش بتاعنا بتاع السنة اللي فاتت اهو. شايفين؟ بعد ما سبت الجبنة كده في الملح لمدة 3 ايام، مسكت الزلعة بتاعتي صفيتها وغسلتها، واروح دلوقتي في شمس حامية واروح حطها. حطيت برضو الزلعة بتاعتي لمدة 3 ايام مع الجبنة لما اتحطت في الملح 3 ايام، ديت وديت ايه، ينشفوا مع بعض. الجبنة تنشف من ناحية والزلعة برضو تنشف من ناحية. جبت كيلو عسل الاسمر ورحت دهنة بيه الزلعة بتاعتي بعد ما نشفت، ورحت جايه حطها برضو من الصبح لاخر النهار كده في الشمس. نشفت من العسل كده في قلبه، بروح جايه مصفيه المش بتاعي اهوت. وشايفين؟ وبروح ماسكه بقى الزلعه بتاعتي واروح رصه فيها الجبنه اهو. شايفين يا جماعه؟ اروح رصه الجبنه كلها بالطريقه دي اهوت. بروح رصها كلها اهي. بس اهم حاجه خرطه الجبنه تكون ناشفه معاكي. شايفين خرطه الجبنه نشفت ازاي؟ نزلت طبعا الشرش اللي كان فيها ونزلت كل حاجه، ورحنا رصينها في الزلعه بتاعتنا كده. والمش بتاعنا اهو بروح واخداه كده حبه حبه واروح معبياه اهوت. والله يا جماعه المش دوت انا عاملاه في البيت. بصوا والله بقاله 20 سنه عندي، 20 سنه بالظبط كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ريحه وطعم مش قادره اقول لك دوت يعني اثري. اثري المش بتاعي ده اثري. رصينا الجبنه كلها كده، وحطيت حبه ترمس، وحطيت حبة حلبة، وطبعا قرون شطة مجففة من عند العطار. بقى بلاطة محكم جامد 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 كده عشان